الفيلم ده فيه كل حاجة ممكن تحبها، إثارة وأكشن ودراما وغموض، فما تنساش تعمل لايك واكتب رأيك وهرد على كل الكومنتات. بيبدأ الفيلم بضابط جيش متقاعد اسمه ويل، وبيكون عاطل عن العمل بقاله 6 شهور، ومراته بتكون مصابة بالسرطان ومحتاجة عملية جراحية في أسرع وقت، لكن تكاليف العملية بتكون غالية جدا ومش هيقدر عليها. فبيكلم التأمين عشان يعملوا العملية دي على نفقة الدولة، فبيقول له الموظف إن التأمين بتاعه خلص من 6 شهور وللأسف مش هيقدروا يساعدوه. فبيكذب ويل على مراته وبيقول لها إنه التأمين وافق يعملوا العملية، وبيعرفها إنه خارج عشان يدور على شغل، فبتحذره إنه يروح يقابل أخو داني وإنه ما يشتغلش معاه مهما حصل، فبيطمنها إنه مش هيعمل كده. وأول ما بيخرج بيتصل على داني وبيقوله إنه جاي يقابله، وبنكتشف إن ويل كان طفل يتيم واتبناه أبو داني وخلاه يعيش معاهم، لكن المفاجأة إن والد داني كان أكبر رئيس عصابة في أمريكا، فاضطر ويل بعد كده إنه يبعد عنهم ويستقل بحياته. لكن علاقته بأخو داني فضلت قوية جدا لأنه قضى معاه كل طفولته. وبنروح بعد كده لممرضة اسمها كاميليا، واللي بتشتغل في وحدة الإسعاف، وهي في طريقها الحادثة على الطريق عشان تساعد المصابين. ولما بتوصل بتلاقي عربية مقلوبة على الطريق وفيها طفلة صغيرة حالتها حرجة، فبتنقلها على عربية الإسعاف عشان توديها المستشفى، وبتكون الطفلة بين الحياة والموت. وبنرجع لويل مرة تانية، وبيوصل شركة العربيات بتاعة أخو داني، وبيكون منبهر بكمية العربيات اللي هناك، وبنعرف إن ثروة داني الضخمة دي عملها من خلال عمليات سرقة للبنوك زي ما كان والده بيعمل بالظبط. فبيجي داني وبيسلم عليه وبيفكروا بطفولتهم مع بعض، وبيكون واضح عليه إنه بيحب أخوه جدا، وعلاقتهم ببعض بتكون كويسة وقوية. وبيعتذر له ويل عشان بقاله كتير مش بيشوفه، وده لأنه رافض يعيش حياة الإجرام اللي هو عايشها. وبعدها بيطلب منه يساعده ويسلفه 300,000 دولار عشان مراته محتاجة تعمل عملية في أسرع وقت. فبيوافق داني وبيفاجئه إنه هيديله 10 مليون دولار، لكن بيقاطعهم واحد من رجال داني وبيقوله إنه جهز العربيات عشان هيبدأوا المهمة. وهنا بيعرف ويل إن أخوه داني بيجهز نفسه عشان يسرق بنك فيدرالي فيه 40 مليون دولار، فبيقرر يمشي قبل ما يتورط معاه. لكن داني بيقوله إنه عاوزه معاه في المهمة دي عشان يديله 10 مليون دولار، وبكده يقدر يعمل عملية مراته وكمان يعمل مشروع يأمن بيه مستقبله. لكن ويل بيرفض وبيعرفه إنه كل اللي محتاجه 300,000 دولار بس عشان يعمل بيهم العملية لمراته، وإنهم هيفضلوا دين في رقبته. فداني بيعرفه إنه رهن كل فلوسه وجاب بيها أسلحة عشان ينفذ بيها المهمة دي ويسرق البنك، ويل بيضطر يوافق ويشترك معاه عشان يعمل العملية لمراته لأن مفيش حل تاني. وفي نفس الوقت بتكون الممرضة كاميليا اللي أنقذت البنت الصغيرة قاعدة مع زميلها وبيتكلموا مع بعض بخصوص الشغل، فبتبعت كاميليا رسالة لصاحبها إيزاك على الموبايل وبتنصحه يروح يقابل البنت اللي معجب بيها. وبنعرف إن إيزاك صاحبها ده يبقى ضابط شرطة، والبنت اللي معجب بيها دي بتشتغل موظفة في البنك الفيدرالي اللي داني رايح يسرقه. فبيتفق إيزاك مع صاحبه ماكس إنهم يروحوا البنك عشان يقابلها ويتعرف عليها. في الوقت ده بيقتحم داني وعصابته البنك وبيكونوا متنكرين، وبعد شوية بيوصل الضابط إيزاك للبنك وبيلاقي الباب مقفول، فبيخرج له داني على أساس إن هو مدير البنك عشان محدش يشك إن في حاجة بتحصل جوه، وبيقوله إنهم قافلين الباب عشان بينقلوا فلوس. فبيطلب منه إيزاك إنه يدخل بحجة إن هو عاوز يحط فلوس في الحساب بتاعه، وبيكون مصمم. فبيضطر داني يوافق عشان ما يشكش في حاجة. ورجالة داني في الوقت ده بتكون مستخبية وبيهددوا كل الموظفين في البنك إنهم ما يتكلموش، وبيحاول كل الموظفين إنهم يتعاملوا عادي كأن مفيش أي حاجة بتحصل. فبيروح إيزاك للبنت اللي معجب بيها وبيطلب منها إنهم يتعشوا مع بعض، لكن بيلاحظ إن البنت متوترة وخايفة وبيفهم إن في عصابة في البنك. وفجأة بيطلع داني مسدسه وبيهدده بالقتل لو اتحرك من مكانه، وبيطلب منه يشاور لصاحبه ماكس عشان ما يحسش إن في حاجة. وبيكون باقي أفراد العصابة في الخزنة بتاعة البنك وبياخدوا الفلوس اللي موجودة فيها، وبيشك ماكس إن في حاجة بتحصل لأن البنك ما فيهوش أي حد، وبيطلب دعم من الشرطة. وفجأة بيشوف إيزاك جوه البنك وهو ماشي جنب واحد من العصابة، فبيضرب عليه نار، لكن بتيجي عربية العصابة وبيحاولوا يقتلوه، وبتوصل قوات الشرطة وبيضربوا نار على بعض. وداني وأخوه ويل بيحاولوا يهربوا من الباب الخلفي، وبيكون معاهم الضابط إيزاك وواخدينه رهينة. في الوقت ده بتكون الممرضة كاميليا ماشية مع زميلها في الشارع وبيكونوا قريبين من البنك، ولما بيسمعوا صوت ضرب النار بيجروا بسرعة، وبيكون في واحد من العصابة واقف بالعربية ناحية الباب الخلفي ومستني داني عشان يهربوا، لكن الشرطة بتضرب عليه نار وبيقتلوه. وبيحاول داني وأخوه يهربوا من الجراج لكن بيلاقوا إن الباب مقفول، فبيهجم الضابط إيزاك على داني وبيحاول ياخد منه السلاح،
فويل بيضرب عليه النار من غير ما يقصد عشان يبعده عن أخوه، فبيرتبك داني وبيقوله إنهم لازم يهربوا قبل ما الشرطة تيجي وتقبض عليهم، لكن ويل بيرفض وبيحاول يساعد الضابط وبيربط له الجرح بتاعه عشان يسد مكان النزيف. وبعدها بيخرجوا من الباب الخلفي للبنك وبيلاقوا الشرطة محاصرة المكان، فبيرجعوا للبنك مرة تانية وبيحاولوا يدوروا على أي مخرج قبل ما الشرطة تقبض عليهم. في الوقت ده بيوصل ماكس للجراج وبيلاقي إن إيزاك مصاب، فبيطلب الإسعاف بسرعة عشان ينقذوه. والإسعاف لما بتوصل بتتفاجئ الممرضة كاميليا إن صديقها إيزاك هو اللي اتصاب، فبتحس بالذنب لأن هي اللي قالت له يروح البنك، وبتحاول تفوقه وبتدخله عربية الإسعاف وبتحطه على جهاز الأكسجين. فبيمشي ماكس عشان يدور على العصابة، وفجأة بيجي داني وويل وبيوقفوا عربية الإسعاف وبيضربوا زميل كاميليا عشان يركبوا العربية ويهربوا. وبيسوق ويل عربية الإسعاف عشان يخرج من الجراج وبيلاقي قدامه عربية الشرطة بتمنعهم من الخروج، فبيهدد داني الممرضة كاميليا إنها ما تقولش حاجة للشرطة وإلا هيقتلها. وبتيجي الشرطة تفتش عربية الإسعاف وبيكون داني مستخبي، وبتكذب عليهم كاميليا إن مفيش حد في العربية ولازم يمشوا بسرعة عشان الضابط إيزاك مصاب ومحتاج يتنقل للمستشفى في أسرع وقت. وبيسيبوهم يمشوا وبيرجع ماكس الجراج وبيلاقي الممرض صديق كاميليا واقع على الأرض وبيسأله عن اللي حصل، فبيقول الممرض إن العصابة راكبة عربية الإسعاف. وبسرعة بيبلغ ماكس مركز الشرطة وبيعرفهم إنهم هربوا في عربية الإسعاف. وفي الوقت ده بيدخل ويل بعربية الإسعاف في شارع جانبي وبيتفاجئ إن في طيارة هليكوبتر تبع الشرطة بتدور عليهم، فبيتضايق عشان سمع كلام داني من البداية وبيلوموا على كل اللي حصل ده. وكاميليا بتستخدم طفاية الحريق في وشهم وبتهرب من العربية بسرعة، لكن داني بيوقفها وبيهددها ترجع للعربية وإلا هيقتلها. وبتضطر ترجع وبتلاقي الضابط إيزاك حالته بقت سيئة وفعلا محتاج يتنقل للمستشفى في أسرع وقت. ولما بتعرف الشرطة إن العصابة في عربية الإسعاف بيجي النقيب مايكل وبيقول إن هو لازم يقبض على العصابة دي لأنه لو ما عملش كده هيخسر وظيفته. فالشرطية هنا بتقوله إنها شافت عربية الإسعاف في كاميرات المراقبة اللي في الطيارة، فبيأمرها مايكل تطلب الدعم من طيارات الهليكوبتر ويحاصروا عربية الإسعاف. وفورا بتعرف الطيارات مكان العربية وبتوصل عربيات الشرطة وبتطارد ويل وداني، فبيحاول ويل يهرب منهم لحد ما بيخرج على الطريق السريع. وبيكون الضابط إيزاك حالته صعبة ونبضات قلبه عمالة بتقل، فكاميليا بتطلب منهم يساعدوها عشان ينعشوا قلبه قبل ما يموت. وفعلا بيساعدها داني وبيقدروا انهم ينقذوه. وبيعرف ويل انه عنده خطة عشان يهربوا من الشرطة، وهي انهم يتصرفوا في عربية اسعاف شبه عربيتهم ويحاولوا يشتتوا الشرطة لحد ما يهربوا. فبيتصل داني على رئيس عصابة اسمه بوب وبيطلب منه انه يخلي رجالته يسرقوا عربيات اسعاف من المستشفى ويشتتوا بيها انتباه الشرطة، وفي المقابل هيدفع له 10 مليون دولار. فبوب طبعا بيوافق وبيبعت ابنه عشان ينفذ المهمة دي. وبيتصل داني على المساعد بتاعه وبيطلب منه يجيب بخاخ ألوان ويستنى تحت كوبري لوس أنجلوس. وبيقدر النقيب مايكل يتواصل مع داني من خلال اللاسلكي بتاع عربية الإسعاف وبيطلب منه يسلم نفسه، فبيرفض داني وبيهدده بقتل الضابط لو الطيارات وعربيات الشرطة ما بعدتش عنهم. ولما داني ما بيحسش بأي رد فعل بيضرب نار على العربيات اللي بتطارده فعلا. وبتحاول الممرضة كاميليا إنها تمنعه لكنه بيهددها بالقتل لو اتحركت من مكانها، فبيضطر الضابط مايكل يبعد عنهم عربيات الشرطة عشان داني يهدى. وبتبدأ حالة إيزاك تتدهور وبينزف بشكل كبير جدا لأنه محتاج عملية جراحية. وفي نفس الوقت بيقابل مايكل عميل فيدرالي اسمه جاك وكان صديق داني في المدرسة، فبيقول له جاك إن والد داني ده كان أكبر رئيس عصابة في أمريكا وسرق أكتر من 40 بنك، وبيقترح عليه إنه يكلم داني على اللاسلكي ويحاول يقنعه إنه يسلم نفسه. وبنرجع تاني لعربية الإسعاف وبتلاحظ كاميليا إن إيزاك بينزف دم بشكل مستمر وإنه محتاج عملية جراحية في أسرع وقت، فبيأمرها داني إنها تتصل على أي دكتور جراحة وتخليه يساعدها في إن هي تعمل العملية. وبالفعل بتتصل على دكتور جراحة وبتشرح له الموقف، فبيتصل الدكتور على واحد زميله وبيحاولوا يوجهوا كاميليا عشان تعمل العملية. فبيطلب ويل من داني إنه يجي يسوق مكانه العربية عشان يقدر يساعدها بحكم إنه كان ضابط في الجيش وكان بيساعد زمايله المصابين، ولأنه كمان بيعرف شوية عن الإسعافات الأولية. وبتحاول كاميليا إنها تمشي على توجيهات الدكتور وبتفتح بطن إيزاك عشان تخرج الرصاصة، لكن المكالمة للأسف بتفصل وبيقدر ويل إنه يساعدها وبيخرج الرصاصة وبيقدروا يوقفوا النزيف. ولما بيعرف النقيب مايكل إن كاميليا اتصلت بالدكتور بيتصل بيه وبيسأله عن حالة إيزاك، فبيقول له الدكتور إن المكالمة فصلت قبل ما يعرف إيه اللي حصل، لكن إيزاك حالته بتكون خطيرة وكان بينزف بشكل كبير وبالتالي لو فضل على الحالة دي لمدة نص ساعة كمان هيموت. فبياخد مايكل القرار إنه يضرب نار على عربية الإسعاف
ويقتل ويل وداني لأنه غالبا الضابط إيزاك كده هيموت، وبيدي التعليمات للقناصة إنهم يضربوا نار. لكن جاك العميل الفيدرالي بيكون رافض الفكرة تماما لأن ممكن الممرضة كاميليا تتأذي، وبيحاولوا يتصلوا بيها على الموبايل عشان يخليها تاخد حذرها. فبترد عليه كاميليا من غير ما داني ياخد باله، وبتتفاجئ إن جاك بيقول لها إن في قناصة هيقتلوا ويل وداني والأفضل إن هي تبعد عنهم عشان ما تتأذيش. فبتقول له إنه الضابط إيزاك لسه عايش، وبتحذر ويل إن في قناصة هيضربوا عليهم نار، وده طبعا لأنه ويل لو مات العربية هتتقلب بيهم وكلهم هيموتوا. وفجأة بيضرب القناصة على عربية الإسعاف وبيقدر يتفادى الضرب ده ويهرب بسرعة. فداني بيتعصب وبيتصل على النقيب مايكل من خلال اللاسلكي وبيقوله إنه هيقتل كاميليا عشان يثبت له إنه ممكن يعمل أي حاجة، وبيضرب نار بعيدة عن كاميليا عشان ما يقتلهاش. وبنفهم إنه عمل كده عشان يخلي مايكل يرتبك ويحسسه إن الموقف خطير فعلا وإنه لازم القناصة تبعد. وبيكون ويل مش فاهم اللي أخوه بيعمله، فبيدوس على الفرامل مرة واحدة وما بيخليهوش يقتلها. فبيتعصب داني وبيتخانق معاه، وبيكون اللاسلكي مفتوح وبيسمع جاك كل حاجة، وبيعرف إن ويل أخو داني وشريك معاه في الجريمة. فبيتصل بمايك وبيحاول يتفاوض معاه عشان يسلم نفسه، لكن ويل بيرفض. وبتاخد كاميليا دم منه عشان تنقذ الضابط إيزاك لأنه نزف دم كتير. وبيتصل ويل بعد كده على مراته وبيقول لها إنه شغال سواق على عربية نقل، وبيحاول يطمنها إنه هيجيب فلوس العملية بتاعتها قريب. ولما بتعرف كاميليا إنه سرق البنك مع أخو داني عشان يعمل العملية لمراته، بتبدأ إنها تتعاطف معاه وبتفهم إنه مش مجرم. وبعد شوية بيوصل لكوبري لوس أنجلوس، وبيكون مساعد داني مستنيه زي ما اتفق معاه، وبيأمر إنه يلون العربية بسرعة ويغير شكلها تماما. وبيكون في عربيات إسعاف كتير واقفة تحت الكوبري، وطبعا كل ده من تخطيط داني. وبعد شوية بيطلب من المساعد بتاعه إنه يركب عربية الإسعاف ويتحرك بيها، وبيلاحظ مايكل إنه في أكتر من عربية إسعاف اتحركت من تحت الكوبري. فبيفهم إن داني عمل تمويه عشان يشتتهم ويقدر إنه يهرب بسهولة. فبيتحرك داني واللي معاه بعربية الإسعاف اللي متلونة باللون الأخضر، وبتنجح فعلا خطته لأن الشرطة بتبدأ تطارد كل عربيات الإسعاف اللي اتحركت، وما بيلاقوش العصابة في أي عربية منهم، لكنهم بيقدروا يقبضوا على مساعد داني وبيقول لهم إنه كان رهينة ومجبر يسوق العربية. وبيكون ابن بوب رئيس العصابة سايق عربية إسعاف هو كمان، لكن العربية دي بتكون فيها متفجرات، ولما بيقرب من الشرطة بينط من العربية وبتنفجر فيهم. وبالصدفة بيشوفوا ماكس صديق إيزاك وهو بيهرب، فبيجري وراه عشان يقبض عليه، وبيتخانقوا هما الاتنين سوا لحد ما بيقتلوا ماكس بدون قصد. وبيكون بوب شايف الأخبار في الوقت ده وبيتصدم إن ابنه مات. وبعد شوية بيجي داني وبيديله شنطة فيها 10 مليون دولار زي ما اتفق معاه. وأخيرا بيفوق إيزاك وبيقول لكاميليا إنه معاه مسدس ولازم يهربوا، فبتقوله إنه حالته ما تسمحش إنه يهرب، والأفضل ما يورطش نفسه عشان ما يموتش وإنه يفضل مرتاح. فبيجي واحد من عصابة بوب وبيقوله إنه في ضابط وممرضة في عربية الإسعاف. فبدون أي مقدمات بيقول بوب لداني إنه هو هيقتل كاميليا وإيزاك لأنهم عارفوا مكانه. فبيرفض ويل وبيقوله إنه مش هيسمح له بده، فبيطلب منه داني إنهم يمشوا عشان بوب ما يقتلهمش. وفي الوقت ده بتوصل الشرطة وبيحاصروا المكان اللي هم فيه، وده لأنهم تتبعوا اللوكيشن بتاع موبايل كاميليا. فبيضطر ويل وداني يضربوا نار على عصابة بوب عشان يهربوا. ولما بتسمع كاميليا صوت ضرب النار ده بتاخد المسدس من إيزاك وبتوجهه ناحية الباب عشان لو حد من العصابة دخل تقتله. فبيفتح ويل الباب وبتضربه بالنار، وبيرتبك داني وبيدخله عربية الإسعاف وبيهرب بسرعة قبل ما الشرطة تقبض عليه. وبتحاول كاميليا إنها تنقذه وتخرج الرصاصة من كتفه، لكن ويل بيكون مش مهتم وبياخد جزء من الفلوس اللي سرقوها وبيديها لكاميليا عشان توصلها لمراته وتعمل العملية، لأن ده كان أصلا هدفه من البداية. وبعد كده بيروح داني المستشفى عشان يعالج ويل، وبيكون متأكد إنه هيتقبض عليه، لكن بالنسبة له حياة أخوه أهم من كل حاجة وأهم بكتير من كل الفلوس. ولما بيوصل المستشفى بيمسك الممرضة كاميليا وبيهدد الشرطة إنه هيقتلها. فويل بيضرب عليه نار، وكان قصده إن الرصاصة تيجي في دراعه ويسيب كاميليا، لكن للأسف الرصاصة بتيجي في قلبه وبيقع على الأرض. وقبل ما يموت بيعتذر لويل عشان ورطه معاه في كل ده من البداية، وبينهار ويل عشان قتل أخوه. وبتقول كاميليا للشرطة إن ويل أنقذها أكتر من مرة، وبينقلوا المستشفى عشان يعالجوه. وبتيجي مراته عشان تطمن عليه، وبتطلب منها كاميليا وهي متأثرة إنها تسامحه لأنه عمل كل
كل ده عشان يخليها تعمل العملية، ومن غير ما حد ياخد باله بتحط الفلوس اللي ويل اداهالها في عربية الأطفال بتاعة ابنها. وبيروح العميل الفيدرالي لأوضة الضابط إيزاك وبيسأله مين اللي ضرب نار عليه في البنك، فبيقوله إنه داني هو اللي ضرب عليه نار وإنه ويل هو اللي أنقذه. وبكده بيخرج ويل من القضية بالكامل وبتعتبره الشرطة مجرد ضحية. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك اعمل لنا لايك وقول رأيك في الكومنتات.